قبل ما نبدأ ياريت نصلي على النبي ونشترك في القناة علشان وصلنا كل جديد، ويلا بينا نبدأ الموسم الرابع. وبنبدأ مع راجل داخل البيت شكله هادي، كل حاجة ماشية طبيعية، وبيجهز الحمام وبيفتح المية وبيظبط الإضاءة وكأنه مستني حاجة. وبعد شوية بتيجي بنت وبتدخل البيت عادي جدا وشكلها مش شك في أي حاجة، بس أول ما بتروح الحمام بتتفاجئ إن في راجل هناك، والراجل ده بيمسكها وبيبتدي يخنقها بقوة جدا، بس هو بيسحبها للمية وبيفضل يخنقها لحد ما بتفقد الوعي. وبعدها بيطلع أداة حادة وبيقطع شريان الفخذ والدم بينزل، وهي بتحاول انها تهرب منه بس للاسف بتموت. والراجل ده بنعرف بعدين ان اسمه ترينتي، وده هيبقى له دور كبير جدا. وبعد كده بنروح على ديكستر اللي دلوقتي عايش حياة جديدة بعد ما اتجوز ريتا، وبيصحى من النوم والدنيا باين عليها لخبطه في البيت من الزحمه والاطفال، وبيدور على مفاتيحه وهو مش مركز. وريتا بتطمنه وبتديله المفاتيح، بتفكره انها دايما جنبه لو احتاج اي حاجه. وبينزل ديكستر يروح المحكمه، ولانه المفروض هيشهد في قضيه كمحلل دم، ودي حاجه هو شاطر فيها جدا، بس بتحصل غلطه غريبه منه. بياخد ملف قضيه غلط وبيقدم تحليل دم ملوش علاقه بالقضيه، والمحامي بيستغل الغلطه دي وبيبرئ المتهم اللي هو جوميز، واحد معروف بانه مجرم خطير. المحقق كوين بيبقى قاعد ومتضايق جدا من اللي بيحصل، وبيواجه ديكستر وبيلوم على اللي حصل، لان جوميز كده هيفلت تاني من العقاب وهيأذي ناس بريئه جدا. وديكستر من جواه بيحس انه فعلا بقى مشتت ومش قادر يوازن بين حياته الجديده ومسؤوليته كمحلل ومعاقب في نفس الوقت. وبيرجع القسم وبيقابل كوين اللي مزاجه بايظ، وبيقول له بصوت واضح ان جوميز مش اول مره يهرب، وانه المفروض يخاف على الناس اللي حواليه من واحد زيه. وبتتدخل ديبرا وبتهدي الموقف، وبعدها لاجورتيا بتعلن ان في جريمه قتل جديده، وبتطلب من كوين وديبرا وديكستر يروحوا يحققوا في القضيه. وبيروحوا المسرح الجريمة وبيلاقوا بنت مقتولة في الحمام والدم في كل مكان. بس الغريب في الموضوع ان القاتل منظم جدا ونظف وراه كويس كأنه محترف. وكوين بيخرج بره يقابل صحفية اسمها كريستي، شكلها فضولية ومهووسة بجرائم القتل، وبتحاول تستدرجه في الكلام وهو بيتجاوب معاها وبيديها رقمه علشان يتواصلوا كده. وفي الناحية التانية ديكستر بيرجع المعمل وبيفضل يراجع تحليلات الدم، وبيبدأ يتتبع أثر جوميز لحد ما بيحدد مكان مهجور شبه ساحة ملاكمة، وبيقرر ان ده هيكون المكان المثالي اللي هيصطادوا فيه. واثناء ما هو بيرتب لكل حاجه بتوصله مكالمه من ريتا وبتقوله ان هاريسون مش عايز ينام، وديكستر بيهديه وبيغني له بصوت واطي، وفي نفس الوقت بيبص على صور الضحايا كانه بينقل بين دور الاب والقاتل. وفي لحظه لما هاريسون بينام ريتا بتشكره وبتقفل المكالمه. وبالليل بينزل ديكستر يتابع جوميز، بس الارهاق مسيطر عليه جدا وبيبدا يحس انه مش قادر، وبيقعد في عربيته يستناه، لكن بينام من التعب. وبيجي شرطي وبيخبط عليه وبيطلب منه الرخص وبيعطله. وفي اللحظه دي جوميز بيكون هرب، وبيرجع ديكستر للبيت وهو مهدود خالص، وريتا بتساعده ينام. وبيصحى على صوت هاريسون بيعيط وبيقوم يهديه وبيحكي له سر كبير يمكن لاول مره يخرجه من جواه، ان والده بيقتل المجرمين. وتاني يوم في الشغل بيجي ماسوكا وبيبلغوا ان تحليل دم الضحيه اللي لقوها مش بيحدد هويتها. وديكستر بيبدا يربط الخيوط وبيكتشف ان في ضحيه قديمه ماتت في نفس المكان وبنفس الطريقة من أكتر من 30 سنة. وفي الوقت ده بيجي لاندي المحقق الشهير، بيدخل عليه في المعمل وبيسلم عليه وبيقول انه راجع المدينة علشان يتتبع قاتل متسلسل اللي نمط معين في القتل، وبيقتل كل مرة 3 ضحايا. القاتل ده اسمه ترينتي، واللي حصل في أول الحلقة كان مجرد البداية. وأول ما لاندي خرج من الاسم بيقابل ديبرا، واللي اتفاجئت أول ما شافته وبيسلم عليها وبيقولها ان أول ما وصل المدينة حب يجي يشوفها، وان دلوقتي خلاص تقاعد من الشغل ومش هيزعجهم لا في القسم ولا في المعمل. وفي الوقت ده ديكستر كان قرر يخلص على جوميز، بس المرة دي بطريقة مختلفة. وبالليل بينزل المكان اللي ساكن فيه جوميز، واول ما الراجل بيفتح الباب ديكستر بيخدره وبيخطفه للمكان اللي كان مجهزه، وكان مرهق جدا بس بيفوق نفسه وبياخد عينة دم من جوميز. وفجأة ريتا بتتصل عليه وبتقوله ان هاريسون تعبان ومحتاج دواء، فبيقفل المكالمة بسرعة وبيقرر انه يتخلص من جوميز فورا، وبيقتله وبيبدأ يقطع جثته بسرعة وبيقفل المكان وبيمشي. وهو في السكة كان تعبان جدا ومرهق لدرجة انه بدأ يتخيل هاري وبيعمل حادثة وبتتقلب العربية وبتيجي الإسعاف وبتطلعه منها، وكان قلقان جدا إن حد يلاقي جثة جوميز في العربية. وتاني يوم الدكتور في المستشفى بيقول إنه عنده ارتجاج بسيط ولازم يفضل يوم كامل تحت الملاحظة. وأول ما ريتا عرفت جات له على طول وكانت مرعوبة عليه وخدته معاها للبيت. وتاني يوم راح القسم وكان نفسه يعدي اليوم ده من غير جرائم، وبعد ما خلص شغله قرر يروح يشوف عربيته علشان يفهم ايه اللي حصل لأنه مش فاكر أي حاجة. وفي الطريق بيقابله لاندي اللي بدأ يسأله
عن معلومات عن القضية، بس ديكستر كان مستعجل جدا فاضطر يقول له على آخر التطورات وبيمشي بسرعة. لكن أكتر حاجة كانت مقلقاه إنه يلاقي لاندي لسه متواجد في القسم، ولما وصل للجراج وفتش عربيته لقى أدواته بس والجثة مش موجودة، وكان بيحاول يفتكر هو خباها فين. وفجأة بيتصل عليه أنجل وبيقوله إن في جريمة حصلت في فندق ولازم يجي فورا. وفي قسم الشرطة لاجورتيا كانت مضغوطة جدا وبتقول ان قضية قاتل السياح لازم تتحل فورا وعينة انجل يكون مسؤول عنها. وفي الجريمة الجديدة ديكستر بيشوف راجل كبير مضروب بالنار وواضح انها كانت محاولة سرقة، وبدأ يحلل الدم في المكان وبيحس بتعب فجأة وبيخرج ياخد نفسه وبيلاحظ نقطة دم بعيدة عن باقي الدم اللي شافه وبياخد منها عينة. وكوين بيبقى هناك وبيفتح خزنة الضحية وبيسرق منها فلوس، وديكستر بيشوفه بس ما بيرضاش يتكلم وبيسيبه وبيمشي. وفي القسم لاندي بيروح يتكلم مع ديبرا اللي كانت متعصبة جدا وبتقول انه رجع المدينة من غير ما يبلغها ولا حتى اتصل بيها، وهي زعلانة منه جدا. اعتذر لها وقال لها انه اسف، بس هي ما تقبلتش الاعتذار بسهولة. وبيدخل نونان راجل متهم بقتل مراته بنفس الطريقة من 30 سنة، وديبرا بدأت تحقق معاه وبيقول لها انه ما قتلهاش وانه لما رجع البيت لقاها مقتولة، لكن الأدلة كانت كلها ضده ودخل السجن وخرج خلاص وقضى عقوبته. بعد التحقيق لاندي بيقول لديبرا انه حاسس ان نونان بيقول الحقيقة وان القاتل الحقيقي كان ذكي جدا، وطلب منها يقابلها يتكلموا في القضية. وديبرا اتوترت وسابته ومشيت. وديكستر في الوقت ده بيرجع مكان جريمة جوميز ولقى نقطة دم وبينضفها، وكان بيحاول يفتكر هو خبى الجثة فين وبيدور في كل مكان وما بيلاقيش حاجة. وبيرجع القسم وكوين بيحاول يعتذر له عن أسلوب الفترة اللي فاتت، لكن ديكستر كان مشغول وبيمشي وبيدخل معمله وبينسى كلمة السر بتاعة الجهاز. وبعدين بيجرب كلمة هاري وبتشتغل وبيحاول يفتكر يوم الحادثة. ولما بيطلع يمشي لاجورتيا بتطلب من القسم كله انه يقعد مكانه لحد ما يوصلوا لنتيجة في قضية قاتل السياح. وديبرا قررت تروح بيت لاندي تواجهه وبتقوله انها مش محتاجاه وان حياتها ماشية تمام دلوقتي، لكنه قال لها انه رجع المدينة علشان يطارد قاتل متسلسل بقاله فترة طويلة. وديبرا بتتفاجئ وبتحس بالإحراج وبتمشي. وبالليل ريتا بتوصل للقسم وبيتفاجئ بيها ديكستر وبتكون قلقانة عليه جدا وبتقوله انه لازم يروح معاها وانها مش هتسمح يحصل له حاجة تاني، وبيوعدها انه هيخلص بدري ويروح. وبيبدأ يحلل الدم اللي لقاه ولقى الدليل ان القاتل عنده مرض جنسي. ولما دور في ملفات المستشفيات لقى شخص اسمه جوني روز وبلغ لاجورتيا بالمعلومة وخرج. وكوين بيخرج معاه وبيحاول يعتذر له تاني، لكن ديكستر كان مشغول بالجثة المفقودة وبيتعصب على كوين وبيمشي. وتاني يوم على الجانب التاني ترينتي كان قاعد في مكان عام بيراقب الناس وشاف مع أولادها ولاحظ إنها بتحب الكلاب وبدأ يخطط. وبالليل بيروح يقف قدام بيتها، ولما شافته حبت الكلب اللي معاه وكلمته ووصلها لحد الباب وبتشكره وبتحس انه شخص لطيف جدا. وفي الوقت ده ديكستر بيروح مكان جريمة جوميز وبيحاول يدور على الجثة تاني، بس بيجيله تليفون من لاندي وبيطلب منه استشارة بخصوص قضية القاتل المتسلسل، لكن ديكستر بيقول انه مشغول دلوقتي ومش هيقدر يساعده. وبعد ما بيخلص المكالمة بيرجع يدور تاني وفعلا بيلاقي نقطة دم صغيرة في نفس المكان اللي كان نضفه قبل كده. وساعتها بيفتكر ان الجثة كانت قدامه طول الوقت بس هو ما كانش واخد باله، ولقى الجثة وبدأ يجهز نفسه علشان يتخلص منها. وفعلا بيرميها في المية وبيرجع البيت تعبان جدا وبينام اخيرا زي ما كان بيتمنى. وتاني يوم الصبح الجيران بيتجمعوا عنده في البيت علشان يفطروا مع بعض وبيبقى هو المسؤول عن العصير. وقتها ريتا بتتكلم معاه وبتقوله انها تاخد مفاتيح العربية وتسوق مكانه علشان هو بيجهد نفسه زيادة عن اللزوم. وديكستر بيوافق بالعافية وابتدى يتكلم مع الجيران وبيسمع منهم ان في اعمال تخريب بتحصل في المنطقة. وساعتها شك ان جيسي هو اللي ورا الموضوع ده لانه شاب طايش ومش مضمون. وعلى الناحية التانية بالليل ترينتي كان بيكمل جريمته الجديدة وخد ضحيته ووداها المصنع مهجور وطلع بيها لأعلى نقطة هناك وطالب منها تنط. البنت كانت مرعوبة وبتعيط لكنه هددها وقال لها انه لو ما نطتش هيقتل ولادها قدام عينيها، فاضطرت انها تنط وبتموت. وترينتي نزل جنبها وفضل يودع والدته على جثتها كعادته وساب رماد امه على الارض ومشي. وتاني يوم ديكستر وهو خارج من البيت بيلاحظ ان باب بيته متعلم عليه برسمة غريبة ولقى جنبها علبة البوية اللي استخدمها المخرب. وبعدها ريتا بتوصله للشغل وكانت بتغني له مع العيال في العربية. وقتها بيقول لنفسه انه مش قادر يستحمل يومين كمان ولازم يلاقي حل. وصل للقسم وبيكلمه كوين وبيعرض عليه يروح حفلة وبيديله تذاكر، فديكستر بياخدها وبيديها المسوكة. وفجأة بيجي بلاغ من جريمة جديدة فكلهم بيتحركوا بسرعة على هناك. وأول ما ديكستر بيشوف الجثة بيحس قد إيه القاتل وحش جدا ودمه بارد،
وفي اللحظة دي لاندي بيوصل لمسرح الجريمة وبيشك ان الجريمة دي مش انتحار زي ما باين وانهم لازم يحققوا فيها كويس، وديكستر نفسه بيبدأ يفكر في متعة القتل من غير ما يتخلص من الجثة، وده كان بالنسبة له شيء جديد وغريب. ولما خلصوا تصوير لمسرح الجريمة بيرجع ديكستر للبيت، ولما دخل بيلاحظ ان في حساسات حركة راكبة قدامه، وبيلاقي الشرطة جوه البيت وبيعرفوه انهم بيحققوا في موضوع التخريب، وبيقولوا له كمان انهم لازم يقبضوا على اللي ورا الموضوع، فبيوافق يساعدهم. وقتها لمح جيسي وهو بيشرب من علبة عصير، فخد العلبة وبيحللها في المعمل، وفعلا البصمات طلعت بتاعة جيسي، واتأكد ان هو اللي بيخرب في الحي. وبالليل بيقرر ديكستر انه يخوفه وهو بيخرب في الحي، لكن وهو بيراقبه رقابة الحي شافته وافتكروه هو المخرب وبيجروا وراه، وبيضطر انه يهرب منهم بالعافية. وتاني يوم التخريب في الحي بيزيد اكتر، وده بيخلي ديكستر يتحرك بسرعة. وفي نفس الوقت في مسرح الجريمة ماسوكا بيقرر يعمل تجربة، وانه يرمي دمية بنفس حجم الضحية من مكان مرتفع علشان يشوف الضحية نطت ازاي. وديكستر بيكون مبهور جدا باسلوب ترينتي في القتل، بس كان بيحاول ما يبينش ده لاندي. في القسم لاجورتيا بتقرر انها تقفل القضية على انها انتحار لان مفيش اي دليل يثبت عكس كده. وكوين بيحاول يتكلم مع ديكستر تاني، بس ديكستر بيقوله انه مش فارق معاه اذا كان شرطي فاسد ولا لا، وده بيضايق كوين جدا، وبيقوله ان اي حد مكانه كان هيقبل ياخد الفلوس، وانه لو ديكستر فعلا شرطي كان هيفهم السبب، وبيسيبه وبيمشي. وبعد يوم طويل بيرجع ديكستر للبيت، لكنه بالليل بينزل يتسلل لبيت جيسي علشان يخوفه ويمنعه من اي تخريب تاني. بس المفاجأة كانت ان اللي بيخرب البيوت اصلا مش جيسي، ده ابوه اندي. وساعتها ديكستر بينزل وبيهدده انه لو موقفش اللي بيعمله هيتسبب في اذى جيسي، واندي بيحاول يدافع عن نفسه ويبرر، بس ديكستر لعبها صح وبيهدده بابنه، وبيخاف اندي وبيعتذر له عن كل اللي عمله. وديكستر بيرجع البيت وبيكسر حساس الحركه اللي الشرطه كانت مركباه. وتاني يوم الصبح ريتا راحت فرح بنت عمتها واخدت الاولاد معاها، وطلبت من ديكستر ياخد يوم راحه من الشغل، وفعلا سابته ومشيت. وديكستر بقى لوحده والدم بيغلي فيه، فقرر يرجع لمهمه الصيد. والضحيه المره دي بتكون شرطية اسمها زوي، مشهورة بمهارتها في ضرب النار. من 8 شهور جوزها وبنتها اتقتلوا وهي الوحيدة اللي نجت من الحادثة. وديكستر راح للمحلل الجنائي اللي كان مسؤول عن القضية وسأله عنها. الراجل قال له انه كان شاكك ان زوي بتكذب، بس القضية اتقفلت بسرعة، واداله ملف القضية. وديكستر بيرجع بيه البيت وبيراجع الملف كويس، وبيلاحظ ان شكل الدم اللي كان على جسم زوي وقت الحادثة باين عليه ان كانت لابسة قفازات، وفي احتمال انها كانت بتحاول تمسح بصماتها. وقرر يراقبها، وبيلاحظ انها بتبيع البيت. وفي اليوم اللي بعده بيروح كزبون مهتم بالشراء، وبتقابل زوي بنفسها وبتوريه البيت وبتقول له انها محتاجه فلوس علشان كده بتبيعه. وديكستر بينزل يدور في البيت على اي دليل، وبيتوقع انها تكون رمت القفازات في صرف الحوض. وفعلا لما بيدور بيلاقي قطعة من القفاز وخدها بسرعة قبل ما تيجي. وزوي بتحس ان في حاجة مش طبيعية، بس ديكستر بيحاول يكون طبيعي وبيقول لها انه هيتواصل معاها بخصوص الشقة. وبيمشي وبيرجع القسم وبيحلل قطعة القفاز، وبيطلع عليها دم فعلا، والدم كان دم جوزها، وكده اتأكد انها قاتلة. وتاني يوم الصبح هو ماشي بعربيته، عربية شرطة وقفته، وطلعت زوي وبتطلب منه ينزل من العربية وبتفتشه، وبتقول له انها عارفة انه طلب ملف قضيتها من القسم وانه يبعد عنها فورا، لانها كمان عارفة بيته وممكن تأذيه لو فكر يعمل حاجة. وبيرجع ديكستر البيت وبيبدأ يفكر في خطة يتخلص بيها منها بأمان، فبيقرر انه يطلب ملف القضية بشكل رسمي، وكلم قسم السجلات وبيطلبه. وبعدها بيرجع للمختبر، وفي المختبر بيلاقي لاندي ودبرة هناك بيراجعوا قضية ترينتي. واتصدم لما عرف ان لاندي بقى على صفحات الجرايد وكأنه بيطارد قاتل وهمي، وده خلى ترينتي يقلق. وكان ترينتي فعلا في اللحظة دي بيراجع خرائط المبنى اللي ناوي ينفذ فيه الجريمة الجاية، وشاف خبر عودة لاندي لميامي وبدأ يحس بالخطر. وبالليل دبرة كانت في البيت وبتتكلم مع لاندي عن القضية، فجالهم أنتوني ولاحظ ان دبرة متغيرة. لما بتتكلم مع لاندي بيحس انها لسه بتحبه وواجهها بالكلام ده، ودبرة بتتضايق وبتسيبه وتنزل تقابل لاندي فعلا، وكلمته عن القضية وبتقول ان أنتوني بدأ يشك انها لسه بتحبه، وعاتبته ليه ما كلمهاش اول ما رجع المدينة. ولاندي بيحاول يعتذر، بس هي كانت متلخبطة ومشاعرها مهزوزة فسابته ومشيت. ولاندي بيقرر يروح المبنى اللي بيكون شاكك ان ترينتي هينفذ فيه الجريمة الأخيرة، وفضل يسجل ملاحظاته على جهاز التسجيل بتاعه. وفي اللحظة دي ترينتي بيكون خارج من المبنى وبيشوف لاندي فبيتوتر، وبعدها بيقرر انه يروح يخبط فيه كأن بالصدفة وبيعتذر له. بس لاندي بيشك ان الشخص ده هو ترينتي فعلا، وذكر ده في التسجيل. وبالليل ترينتي كان ناوي يهجم على حد خارج من الحانة، بس الشخص ده كان مع مراته، فبيقرر انه يسيبهم. وبيلاقي شخص تاني وبيستفزه بالكلام لحد ما ضربه وسابه ومشي. وتاني يوم الصبح ديكستر بيلاحظ ان زوي بتراقبه من بعيد،
وبتنزل زوي ورا ديكستر وبتزعق له وبتفكره انها كانت حذرته انه ما يدورش وراها تاني، بس بتتصدم لما بيعترف لها انه عارف انها هي اللي قتلت جوزها وبنتها وكمان معاه دليل يوديها في السجن، وبتبقى مش مصدقه انه ممكن يكون عنده دليل ضدها، فبتفقد اعصابها وبتقوله انها تقتله. لكن ديكستر بكل برود بيقول لها انها لو حاولت تقتله تحليل انتشار الدم هيفضحها وهتدخل السجن، وبتتوتر اكتر وبتسيبه وتجري. بس بالليل ديكستر بيكون مستنيها في بيته وعارف انها هتيجي تخلص عليه، وفعلا بتيجي زوي وبتقتحم البيت، وديكستر بيهجم عليها بسرعه وبيخدرها وبيبدا يجهز طقوس القتل بتاعته. وزوي بتكون مرعوبه وبتترجى انها ما قتلتش اسرتها، بس ديكستر ما بيصدقهاش وبياخد منها عين الدم وبيقتلها ويتخلص من جثتها في اسرع وقت، وبيرجع على شقته ولسه بيحط عينة الدم في مجموعته. بتجيله مكالمه من ريتا وبتقوله انها راجعه هي والاولاد، وبيجري على البيت بسرعه ينظف كل حاجه قبل ما يوصلوا. وفعلا بيوصلوا وبتكون ريتا مرهقه جدا من السفريه، وفي نفس الوقت ديبرا بتروح للاندي في البيت وبتقضي معاه الليله، وبتقرر انها عايزه ترتبط بيه، وبينزل يوصلها للعربيه. وفي اللحظه دي بيشوف لاندي نفس الشخص الغريب اللي شافه قبل كده، وبيطلق عليه نار وبيصيب ديبرا كمان. الاتنين بيقعوا على الارض، بس القاتل بيرجع يضرب لاندي طلقتين كمان علشان يتاكد انه مات، وبيسرق فلوسه وبيمشي. وتاني يوم ديكستر بيوصل لمكان الجريمه وبيبقى مرعوب على ديبرا، وبيتفاجئوا ان ديبرا لسه عايشه بس لاندي مات، وبيطلبوا منه يقعد جنب اخته الفتره دي. وماسوكا بيقول له ان لاندي اتصاب بطلقتين بعكس ديبرا اللي اتصابت بطلقه واحده، وديكستر بيبدا يشك ان القاتل كان هدفه لاندي بس، وان ديبرا كانت في الوقت الغلط. بيروح ديكستر لشقه لاندي وبيدور على الأدلة على القاتل ترينتي، وبيبقى حاسس ان لاندي كان قرب يوصل لترينتي، علشان كده القاتل خلص عليه وبياخد كل اللي يقدر عليه من الأدلة وبيمشي. وفي الوقت ده ترينتي بيشوف خبر قتل لاندي في الأخبار وبيفرح انه اتخلص منه، وخصوصا ان الشرطة ربطت الجريمة بقاتل السياح. وديبرا بتفوق في المستشفى وبتلاقي ديكستر جنبها حزينة جدا وحاسة بالذنب، وبتقول انها السبب في موت لاندي. وبعدين بيجي انتوني يزورها وديكستر بيسيبهم مع بعض وبيخرج، وبيلاقي ريتا جاية تطمن وبتسأله سؤال بيخضه، هو انت لسه محتفظ بالشقة القديمة؟ وبيحاول يتهرب منها بس بيبقى باين عليه انه مخبي حاجة، وديبرا مش بتقدر تستحمل كتمان اكتر من كده، وبتصارح انتوني بالحقيقة وبتقوله انها خانته مع لاندي وانه يستاهل حد احسن منها، وانها مش هتقدر تسامح نفسها ابدا. وانتوني ما بيقولش ولا كلمه وبيسيبها وبيمشي. وبيرجع ديكستر لشقته وبيبدا يراجع الادله اللي لاندي كان مجمعها عن ترينتي، وبيقعد يدقق فيها واحده واحده وكل تفصيله بتقربه اكتر من الحقيقه. وبينزل يراقب المبنى اللي ترينتي كان ناوي ينفذ فيه جريمته الاخيره، وبيشوف حارس الامن واقف بره وبيفكر في التسجيلات، وبيفتكر ان لاندي قال انه شاف شخص غريب والتسجيل ده مش موجود، فبيبدا يشك ان التسجيل ده كان معاه يوم ما اتقتل. وتاني يوم ديبرا بتنقل تعيش مع ديكستر الفترة دي، وريتا واضح جدا انها متضايقة من ديكستر، وديبرا بتشكرها انها واقفة جنبها، وديكستر كمان بيشكرها على انها وافقت تعيش معاها. بس لما ريتا بتسأله هو ليه لسه محتفظ بالشقة القديمة بيرفض يجاوب، وساعتها بتحس انه بيخبي عنها حاجة كبيرة. وديكستر بيروح قسم الأدلة وبيقول لهم ان ديبرا نسيت الخاتم بتاعها. ولما الحارس بيخرج ديكستر بيستغل الفرصة وبياخد تسجيل الصوت وبيخرج بيه بسرعة. وفي قسم الشرطة أنجل بيطلب من كوين انه يكلم الصحفية كريستي علشان تنشر خبر عن جوني اللي مصاب بمرض جنسي، وان صورته انتشرت في الأخبار. ولما حبيبته نيكي بتشوف صورتها في الجرايد بتعرف انها مصابة برضه وبتتجنن. وديكستر بيسمع التسجيل في المعمل وبيكتشف ان لاندي شاف شخص بمواصفات معينة، وساعتها بيبقى شاكك اكتر انه ترينتي. وفجأة بيعرف ان في جريمة قتل جديدة والمشتبه فيه هو جوني روز، وبيستغل ان الكل مشغول بالجريمة الجديدة. ولما بيروح ماسوكا يشوف الجثة بتطلع جوني فعلا وبيكون متصاب بطلقتين، وبيوصل بلاغ ان نيكي حبيبة جوني كانت متعصبة جدا وبيشكوا ان هي اللي قتلته. وكوين بيروح يقبض عليها، ولما بيوصل القسم بيتصل بديبرا وبيقول لها ان جوني روز ونيكي هم اللي قتلوا لاندي وانهم اتقبض عليهم خلاص. وفي الوقت اللي ديكستر رايح فيه لمسرح الجريمة بتتصل عليه ديبرا وهي منهارة من العياط وبتطلب منه يجي عندها فورا. ولما بيوصل بيلاقيها واقفة مكان ما لاندي مات وحزينة ومكسورة جدا ومش قادرة تمسك نفسها من العياط، وبتقول له ان انت ناجح في حياتك وعندك ناس بتحبك وانا فشلت في كل حاجة، وبتنهار قدامه. وديكستر بيحضنها وبيهديها وبياخدها يرجعها للبيت. وفي الناحية التانية ترينتي بيكون بيشتري أداة الجريمة الجديدة وبيتحرك على المبنى اللي هيختار فيه الضحية، وبيتكلم مع حارس الأمن وبيعرف منه أوقات الراحة ومكان أوضة الكاميرات. وبعدها بيمشي وهو جاهز للتحرك. وديكستر لما بيرجع شقته علشان يجهز ادواته بيتفاجئ بريتا مستنياه جوه ووشها كله حزن، وبتقوله انها لسه مش فاهمه هو ليه محتفظ بالشقه. ولما بتفتح صندوق مقفول بتلاقيه مخبي فيه سلاح خاص بهاري، وديكستر بيحاول يشرح وبيقول لها انه ما كانش عايز السلاح يكون في البيت،
بس هي بتحس انه لسه مش صريح معاها وبتطلب منه ما يرجعش البيت غير لما يبقى مستعد يشاركها كل اسراره. وديكستر بيجري على المبنى وبيلاقي ان الحارس مش موجود، وساعتها بيعرف ان ده هو التوقيت اللي ترينتي هينفذ فيه جريمته الجديده. وديكستر بيدخل المبنى بسرعه وبيلاحظ ان المكان هادي بشكل غريب، وفجاه بيشوف المصعد بيتحرك وبيستناه، ولما الباب بيفتح بيطلع منه حارس الامن. وساعتها ديكستر بيشك ان الحارس مش هو الهدف، فبيشغله في المصعد وبيطلع بسرعه على اوضه الكاميرات. واول ما بيوصل بيشوف ترينتي على الكاميرا وهو فعلا بيضرب حد لحد الموت. وديكستر بيستنى يشوف وشه، ولما بيتاكد ان هو بياخد رقم الاوضه وبيجري عليها، لكن لما بيوصل بيلاقي الباب مقفول وبينزل بسرعه يخرج من المبنى. وفجاه بيشوف عربيه ترينتي خارج بيها، فبيركب وراه علشان يعرف هو يروح فين. ولما بيشوفه وصل لبيت شكله عادي جدا في ناس طبيعيين، ديكستر بيتفاجئ ولما بيكتشف ان ترينتي ليه حياة تانية، حياة طبيعية جدا، عنده بيت وعيلة. وبيبدأ ديكستر يحس ان ترينتي شبهه بالظبط وبيخبي حياته المظلمة ورا قناع الحياة العادية. وتاني يوم ديكستر بيبدأ يراقبه كويس وبيعرف ان اسمه الحقيقي أرثر، وانه مندمج وسط الناس جدا وبيتصرف كأنه شخص مثالي. وبالليل لما بيرجع البيت بيلاحظ ان ريتا بتعامله ببرود وبتتجاهله بشكل واضح. وتاني يوم ديكستر بيروح لمسرح الجريمه بتاع ترينتي وبيبص على الضحيه الاخيره وبيفتكر انه كان حرك ايدها بعد ما اتقتلت، ولما بيقرب منها بيلاقي اثار حمض نووي، فبيحاول يخفيه بسرعه قبل ما الشرطه تشوفه. لكن ماسوكا بيشوفها وبياخدها منه، وريتا في الوقت ده بتقرر تاخده لطبيبه نفسيه وبتقوله انها مش مرتاحه وحاسه انه مش بيسمعها زي الاول وانه بيخبي عنها حاجات كتير، وبتطلب منه يتحمل المسؤولية أكتر في العلاقة. وديكستر بيرجع المعمل بتاعه وبيبدأ يراجع تفاصيل الجريمة وبيحلل انتشار الدم علشان يحدد نوع السلاح اللي استخدم. وفجأة ماسوكا بيخش عليه وبيقول له إنه لقى نتيجة جديدة من تحليل الDNA، وبيكتشفوا إنها بقايا إنسان اتحرق وإن الحمض النووي ما قدرش يطلع حاجة واضحة. بس ديكستر بيكون سبقهم بخطوة لأنه كان فحص العينة دي بنفسه وملقاش فيها حاجة، وبيروح يكمل مراقبة ترينتي. وهناك بيلاحظ إن علاقته بأسرته قوية جدا عكسه تماما، وإنه قدر يخبي عنهم كل حاجة طول السنين دي. وبعد ما بيخرجوا من الكنيسة ديكستر بيقابله وبيعرفه على نفسه باسم تاني وبيقول له انه منفصل عن مراته وولاده. فترينتي بيرحب بيه وبيقول له يجي الكنيسة في اي وقت وانه موجود لو احتاج مساعدة. وفي قسم الشرطة ماسوكا بيقول انه وصل لحاجة جديدة، العينة اللي لقوها مش مطابقة لترينتي بس قريبة جدا منه، يعني غالبا من حد قريب ليه. وديكستر وقتها بيبدأ يفكر ان ترينتي مش بيقتل لوحده وانه غالبا بيكون حد من عيلته معاه وقت الجرايم. وبيرجع يتقرب من ترينتي ولما بيشوفه بيعرض عليه يساعده في شغل البناء ويديله مطرقة يشتغل بيها اللي هي نفس المطرقة اللي قتل بيها الضحية. بعد اليوم ده ديكستر بيبدأ يحس بالذنب وانه لازم يصلح علاقته بعيلته، فبيروح البيت ومعاه هدايا لكودي واستر وهاريسون وبيفرحوا بيها جدا، وكمان بيجيب لريتا ماكينة خبز، فبترد عليه بسخرية وبتقول له وكمان اللبن ناقص هتجيب لنا بقرة. وديكستر بيقعد مع ريتا وبيحاول يفتح لها قلبه ويحكي لها عن اسراره بس مش بيقدر وبيفضل ساكت ومتوتر. وريتا بتحس انه مش ناوي يشاركها حاجه وبتقوم وبتسيبه وتخرج. وتاني يوم في المختبر ديكستر بيحاول يحلل الحمض النووي اللي معاه ويدور على اي دليل يوصله لحقيقه جديده. وبعدها بيروح للاجورتيا وبيقول لها انه وصل لاداه الجريمه وبيطلب منها انه يمشي بدري النهارده، وبتوافق وفعلا بيسيبها وبيمشي وبيرجع على شقته وبيبدا يراجع كل المعلومات اللي عنده عن عيلة ترينتي وبيبدأ يسأل نفسه مين في عيلته مات، وبيعرف ان كان عنده اخت ماتت في ظروف غامضة، وبعدها اكتشف ان كمان والدته ووالده ماتوا في حوادث مش واضحة. وبيفهم ساعتها ان حتى ترينتي عنده اسرار غامضة ومستخبية من سنين زيه بالظبط. وديكستر بيبدأ يحس ان في شبه كبير جدا بينه وبين ترينتي، الاتنين بيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي وحياة تانية مظلمة ومليانة أسرار. وبيرجع تاني يقضي يوم مع ترينتي علشان يدخل بيته ويفتح الباب قدامه بيعمل نفسه اتصاب وبيجرح ايده، ولما ترينتي بيشوفه بياخده فورا على البيت علشان يعالجه. وهناك ديكستر بيستغل الفرصة وبيفتش بعينه يدور على اي دليل يدينه، وبيتصدم لما بيلاقي ان ترينتي معلق جوايز قتله على حيطة البيت قدام مراته وعياله كأنها حاجات عادية، وبيشوف كمان رماد اخته محطوط بشكل واضح. وديكستر بيقرر يستفزه شوية علشان يشوف رد فعله، وفعلا لما بيواجهه بموضوع اخته ترينتي بيتعصب جدا وبيهجم عليه، بس ديكستر بيسيطر على الموقف وبيهديه. وساعتها ترينتي بيبان عليه انه متأثر جدا وبيقول له انه خسر ناس كتير كان بيحبهم. وبعد ما بيخلصوا ترينتي بيقرر يدي لديكستر هدية تذكارية وبيطلع له أداة الجريمة اللي استخدمها في الضحية اللي فاتت. وديكستر بيكون مبسوط جدا لأنه كده مسك دليل ضده، وبيرجع البيت وبيقرر إنه يروح مع ريتا للدكتورة النفسية. وأول ما بيبدأ يتكلم بيقول إنه مش قادر يحتفظ بأدواته ولا بحياته الخاصة جوه البيت، وده اللي بيخلي العلاقة بينهم تبقى متوترة. وريتا بتحس لأول مرة إنه صادق في كلامه وبتفرح إنه أخيرا
شاركها بحاجة حقيقية وبتقترح عليه انهم يخصصوا له مكان صغير لوحده جنب البيت محدش يعرف عنه حاجة، وديكستر بيوافق جدا وبيبدأ يحس براحة داخلية لأول مرة من زمان. بس في نفس الوقت بيبدأ يفكر في ترينتي مش كعدو بل صديق، حد شبهه عايش بحياتين وبيحاول يوازن ما بين اللي جواه واللي لازم الناس تشوفه. ولهنا بيخلص الجزء الأول من الموسم الرابع. أشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. سلام.